نعرف حالنا. طلبت من إحدى الدول النفطية سفينة مازوت، عم تطلب من العرب يا شباب مازوت، شو في أرخص من هيك؟ محبة عندهم. يعني شو عم تطلب أنت؟ ما عندهم شيء ثاني هن غيره أصلا. يعني شو عم تطلب؟ على راسي. قلنا له بدنا سفينة مازوت وننزلها بأحد الموانئ التركية، خلينا نبعثها لجوا خلي السوريين. على راسي. شو بعت لنا شو نوعية الصيغة الكيميائية للمازوت تبعكم من شان ما نأذي المحركات والسيارات. على عيني. عندنا معاون وزير نفط مشق. يا معاون وزير المشق شو كتب الزلمة؟ طبعا شو صيغة المازوت مثل العادة مثل كلها رسائل مكتوبة وبده يجي وقت انكتب تماما. شرط قال اخي نحن هي بتجي ناقله ما بتستناكم لتاخذوها برميل بدكم تفرغوها. طيب رحنا استاجرنا على الميناء التركي صهاريج كبيره هي اللي بتكون بالميناء لتفرغ راسا على عيني لانه قلنا الحديث والسوريين بردانين. فوق ذلك جانا التفكير اكثر. طيب عبينا الصهاريج هون مازوت كيف بدنا نفوتها على سوريا؟ استاجرنا 90 صهريج لحتى ياخذ مازوت وعم نستنى ناقله يوصل مازوت. بصدق بقول لكم حتى الان بعدنا عم نستنى مازوت. الله اكبر. وجا الصيف